مفهوم جديد وعلم جديد له علاقة بالتأمينات الزراعية. هذا الموضوع كبرنامج سيبدأ كموديل، الموديل راح يستمر سنة إلى سنتين، ومن ثم نقيم هذا التجربة. موضوع التأمينات الزراعية هو موضوع حديث حتى على مستوى الوطن العربي، أعتقد سنكون رياديين في هذا المجال. تسويق المنتج الزراعي في قطاع التأمين في فلسطين بالذات يختلف اختلاف كلي عن تسويق أي منتج آخر، لأنه إحنا نعنى بالأرض، وهذه همنا الأساسي. إذا استطعنا شركة التأمين أو شركات التأمين واليوم اللي تقودهم شركة البركة في هذا القطاع مع الفلاحين، نستطيع أن نحافظ على منتج الأرض أو منتج الزراعي والحيواني، نستطيع أن نقدم تغطيات الأخطار المناخية والبيولوجية وأخطار التسويق في البلد. وجود التأمين الزراعي كغطاء يعيد المزارع إذا تعرض لمخاطر غير قادر على تحملها، يعيده لدورة الإنتاج بسرعة وبكفاءة. أكيد هذا بحفز المزارعين للقدرة على النهوض والاستمرار في موضوع الزراعة. أكيد التأمين الزراعي زي أي تأمين لباقي ممتلكاتنا، احنا ما فيش حدا فينا بيمشي بسيارته بدون تأمين، وهي يعني تمثل يمكن يعني مصروف عليه مش دخل. يأتي موضوع التأمين الزراعي ليكون هناك إسناد للمزارع والفلاح في أرضه بأن يكون لديه بوليس التأمين، فيما لو لا سمح الله حصل أي ضرر أن يكون هناك تعويض على الضرر ضمن اتفاقية بوليس التأمين الموقعة ما بين المزارع وشركة التأمين صاحبة عقد التأمين.